اهلا على كل الفانز وكل الناس اللي متابعيني. انا دكتور ساره المهدي، اكسبرت في الكوزموسيوتيكال برودكت، العنايه بالبشره والشعر والجسم. النهارده اول حلقه من حلقات معلومه طبيه على المشي، طبيه طبيعيه. ازاي؟ النهارده بما ان احنا دخلنا في فصل الشتاء، كل سنه وانتم طيبين، واكتر حاجه احنا بنعاني منها في فصل الشتاء هي نزلات البرد. وصفة النهاردة اللي أنا هقولها هي وصفة طبيعية بتحميني، بتعزز جهاز المناعة عندي وبتحميني من نزلات البرد. وكمان وصفة طبيعية لو أنا اوريدي عندي نزلة برد وعايزة أقوي جهاز المناعة بجانب الأدوية اللي أنا باخدها، بس عايزة أخف أسرع وفي نفس الوقت تكون حاجات ناتشرال وفي نفس الوقت بتعزز من جهاز مناعتي كويس جدا. يلا بينا نعرف. أول حاجة لازم كل يوم يكون اللايف ستايل بتاعي ثابت. أول ما أصحى الصبح يا اما بعمل كوبايه ليموناته من غير ليمون، من غير سكر تماما، من 2 ل 3 ليمونه انا ممكن اعصرها، بس يا ريت تكون بعد انا ما اكون كلت حاجه بسيطه او خفيفه، عشان الليمون ما يزودش من حمضيه المعده ويسبب لي اي مشكله في الهضم او يسبب لي حموضه. طيب دي الحاجه الاولى. طيب او لو الناس اللي هي ما بتحبش تعمل عصير ليمون او مستعجله، في نقط بتتباع في الصيدليه فيتامين سي، وحط نقطتين على نص كوبايه ميه واشربها. طيب بديلها برضو ايه؟ البرتقال. عصير البرتقال الفريش الصبح ده مهم جدا جدا جدا. الناس اللي بتعمل دايت، ماشيه على نظام دايت معين او غذاء معين، مع الليمون اللي انا قلت عليه، كوبايه الليمون مع معلقه عسل، بيقوي مناعتها كويس جدا وكمان بيزود معدل الحرق. طيب الوصفه الثانيه، لو انت اوريدي عندك برد وجالك الدور الانفلونزا عادي، اهم حاجه المشروب اللي بقول عليه. هنجيب كوبايه بس ما فيهاش ميه، كوبايه فاضيه، هعصر من 3 ل 4 ليمونات ساده سك كده، وهحط عليها معلقه بودر جنزبيل واقلبهم وبالشفا ان شاء الله. الوصفه دي حلوه جدا جدا جدا، بتقوي جهاز المناعه عندي. اكتر من اكل البرتقال والناس اللي بتعمل دايت. برتقال بس يستفاد بيه، اثبت ان هو بيزود، مش بيزود الوزن بس، مش ليجل او مش مسموح بيه في الدايت. وان شاء الله استنوني في حلقات تانية جايه كتير، وصفات طبيه كتير. اشوفكم في حلقه جديده وفيديو جديد. باي باي.